نحن في مجلس المرأة السورية دائما كنا نسعى ولا زلنا نسعى إلى الارتقاء بالمرأة وإيصالها إلى بر الأمان، وكل ذلك يكون عبر توعيتها وتدريبها من الناحية الفكرية، من الناحية المهنية، حتى تكون حاضرة مشاركة بالدرجة الأولى في بناء ذاتها ومن ثم أسرتها، وصولا إلى مجتمع حر متطور تسوده العدالة وعدم التمييز ما بين الجنسين، وتكون أيضا تمتلك حقوقها الشرعية والقانونية وفق دستور يكون يضمن مشاركتها على جميع المستويات، إن كانت سياسية واقتصادية وإدارية وثقافية، وجميع المستويات التي تتواجد فيها المرأة. نحن أيضا لدينا مسودة قانون رفع، يعني وضعنا قانون رفع العنف الأسري، وهذا موضوع كتير مهم لأنه لا يشمل فقط المرأة وإنما يشمل جميع أفراد هذه الأسرة إن كان إناثا أو ذكورا، وحتى من هم كبار في السن. هذه المسودة نسعى إلى ترجمتها عبر توافق، عبر إدراجها ونشرها بين شرائح المجتمع، لأنها أصبحت ضرورة من الضرورات. هلا مع غياب بنود ومواد قانونية يتم وضعها عبر الدستور، نحن لا نستطيع بناء سوريا جديدة، لأن المرأة هي جزء لا يمكن إقصاءه ولا يمكن حتى تجاهله، هي جزء من معادلة هي حاضرة منذ آلاف السنين، ولكن في فترة من الفترات تم إقصاءها تحت عدة ذرائع، عدة حجج. اليوم نحن بصدد الانتهاء من هذه الحجج وهذه الذرائع حتى تكون مشاركة، لأنه بناء سوريا جديدة ما لم تكن المرأة حاضرة مشاركة لن يكون هناك أي شيء جديد، وإنما ستبقى المعاناة موجودة، الاعتداءات، العنف الذي يمارس على الأسرة إن كان أبناء أو كبار سن أو حتى امرأة، وبعض الأحيان هناك أيضا عنف يقع حتى على الرجال. لذلك نسعى دائما وفي كل مرة إبراز وتوعية النساء لما لهم من حقوق وعليهم المطالبة بها بشكل صحيح، والذهاب إلى الجهات الصحيحة التي تكون قادرة على الوقوف على عدة قضايا انتهاكات تمارس بحق المرأة وإيجاد الحلول لها. وبالدرجة الأولى نحن نطالب وفي كل مرة أن يكون هناك محاسبة حقيقية، تعديل لبعض القوانين الموجودة، لأنها قوانين في بعض الأحيان يتم استخدامها لممارسة الضغط على المرأة أو الإساءة إلى المرأة أو حرمانها من حقوقها بالأساس حقوق تكون شرعية وحقوق قانونية. رسالتنا من مجلس المرأة السورية لكل النساء السوريات وكل نساء العالم ألا يخافوا أن يكن أقوياء، أنتن أصحاب حق وعليكم إثبات هذا الحق بالشكل القانوني والدستوري الذي يليق بتضحيات المرأة السورية، تلك التضحيات التي قدمتها ولم تبخل بأي شيء على أسرتها وعلى مجتمعها. لذلك نقول لها كوني قوية، فأنت قوية وأنت حفيدات نساء عظيمات قدمنا وغيرنا مجرى التاريخ السوري. ومن حقوق المرأة اللي هلا حاليا نحن مركزين عليها هي الحقوق في المساواة أمام القانون، الحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية، الحق في التعليم، الحق في الحرية والكرامة، الحق في الأجر العادل أهم شيء، الحق في الرعاية الصحية، الحق في المشاركة السياسية، الحق في الانتخاب والترشح، الحق في تولي الوظائف، الحق في الملكية، الحق في الجنسية، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في العنف والتمييز والاستغلال. أهمية المرأة هي أهمية أساسية بصراحة، لا توجد دولة دون مشاركة نساء، يعني المرأة أساس المجتمع وهي جزء أساسي، ولا أتصور دولة بوجود مشاركة النساء. النساء هن أساس المجتمع، ويجب أن يكون النساء
متساوون أمام الرجل في المشاركة السياسية في الوظائف وتولي المناصب والترشيح والبرلمان. هذه المرحلة هي مرحلة حساسة للمرأة، وأتوقع أنه المراحل تقريبا اكتملت، أنه بقينا أجزاء بسيطة وليخلص الاندماج وإن شاء الله نحو الصحيح ونحو العادل، يكون أنه المرأة تأخذ حقوقها بصراحة. أنا كمرأة راح أكون أنا كحقوقية وكناشطة حقوقية ومدنية عم أسعى لكي توصل المرأة لحقوقها وتأخذ كل حقوقها بعد الاندماج وفي الدولة الحديثة وفي كل مكان.